صحيت لبنان على جريمة قتل داخل محكمة الأسرة في إقليم الخروب جنوب لبنان، والجريمة صارت قدام الشرطة والقاضي وبين الضحية، والجاني ما تمكن من القتل بس تمكن كمان من الهرب قدام الشرطة ورجال الأمن بعد ما نفذ جريمته وأنهى حياة الإعلامية عبير رحال. هلو جايز، كيفكم؟ بتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبتدي فيديو اليوم بدي أشكركم كلكم واحد واحد على أي حدا بيترك لي كلمة حلوة تحت. ما بتتخيلوا، يعني أنتوا دايما بتبسطوني، يعني لما بقرأ your comments بكون طايرة في السما. فتانك يو سو ماتش على أي حدا بيدعمني، أي حدا بيترك لي كلمة حلوة، أي حدا بيعمل لي لايك أو بيعمل لي شير. فحبيت في هالفيديو أوجه لكم كلمة شكر، شكرا لكم كتير و I love you guys. ونفس دايما قبل ما نبتدي ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك، تعملوا لايك إذا عجبكم فيديو اليوم، وليتس جو. أكيد جزء من اللي عم بيشاهدوني شافوا فيديو هالرجال وهو عم يحكي على عائلة مرته وعن مرته بطريقة اللي كتير بشعة. فينا نقول إنه هو نشر غسيله، ما ترك وصف وما وصفهم فيه. وفي آخر الفيديو نهى كلامه وقال إنه هو هيدا آخر يوم لإله هو ومرته، أو بمعنى أصح إنه هو اليوم رح ينهي حياته ورح ينهي حياة مرته. وعلى خلفية هالفيديو خلونا نتعرف على مرته اللي كان اسمها عبير رحال. كانت من مواليد 5/6 سنة 1999 من أب لبناني اسمه فؤاد رحال وأم مغربية اسمها بهيجة. كانت عايشة في جو عائلي مع إخواتها الأربعة اللي كانوا 3 شباب، واحد اسمه أحمد، واحد اسمه محمد، والثالث اسمه عبد الله، وأختها الصغيرة كان اسمها آلاء. ففينا نقول إنه عبير كبرت في عائلة صحية في جو عائلي مع إخواتها وأهلها، مع إنه ممكن يكون شوية اختلاف ثقافات. الثقافة المغربية والثقافة اللبنانية بيختلفوا في كتير أشياء، بس حاولوا أهلها لعبير إنهم يربوها أحسن تربية هي وإخواتها، فسمعتهم في لبنان كانت كتير منيحة. عبير من هي وصغيرة كان حلم عمرها إنه تكون إعلامية، وفعلا لما كبرت درست إعلام وطلعت على كتير منصات إعلامية مثل هنا لبنان، أحلى صباح، وكمان تمكنت إنه هي تفتح منصتها الخاصة وسمتها رحال جلوبال نيوز، وهالشغلة رح نرجع لإلها بعدين. كانت حياتها لعبير كتير حلوة، وكانت عم تحاول تحقق أحلامها شوي شوي وعم تبني مستقبلها خطوة بخطوة. وخلال هالخطوات التقت بخليل مسعود، فكرت إنه هي لقت الشخص اللي رح تبني معه مستقبلها، الشخص اللي رح تشاركه طموحاتها وأحلامها. بس اللي ما كانت عارفيته عبير إنه هالشخص هو اللي رح ينهي حياتها. فخلوني أعرفكم شوية على خليل مسعود. خليل مسعود إنسان في آخر الثلاثينيات من عمره. قبل ما يلتقي بعبير اتزوج مرتين. الزواجة الأولى كانت لأشهر بسيطة وبعدها خليل طلق، والزواج الثاني كانت لعدة سنوات ونتج عنها طفلين، وطلق مرته الثانية بعد ولادة طفلهم الثاني. وسبب طلاقه من هالزيجات ما عندي عليها أي فكرة أو أي معلومة، وحتى هالمعلومات ما ظهرت للعلن، فما بنعرف إذا كان عنف أو كان عدم تفاهم أو كان خليل عم يزهق وبيحب يطلق. فخلونا نجي على 2017 لما خليل التقى بعبير، وأول ما شافوا بعض مرق بيناتهم فايب كتير خطير، كتير انعجبوا في بعض، والانعجاب كان من ناحية عبير ومن ناحية خليل كمان. ضلوا عم يحكوا مع بعضهم شوية وقت، وعلاقتهم شوي شوي صارت عم بتصير جدية، وخليل قرر إنه يتقدم لعبير. بس عائلتها لعبير ما كانوا مؤيدين لهالزواج، مش عشان المصاري، لأنه خليل كان معه مصاري وكان هو أصلا رجل أعمال. بالنسبة لأعماله ما بنعرف شو نوع الأعمال اللي كان عم يعملها، بس اللي بنعرفه إنه خليل كان إنسان مقتدر ماديا، وكانوا أهل هالعبير عم بيقولوا إنه هو مش الإنسان المناسب لإلها وهي بتستاهل حدا أحسن. بس عبير ضلت مصممة على رأيها وكان بدها تتزوج خليل. قالت لهم إنه أنا بدي إياه، أنا بحبه، وهو دخل البيت من أبواب. وفعلا عبير وخليل تزوجوا سنة 2018 بحضور العائلتين، يعني عائلة عبير وعائلة خليل كانوا اثنيناتهم موافقين على هالزواج. ومرت سنين وعلاقتهم كانت كتير حلوة، كانوا بيكتبوا بوستات لبعضهم على مواقع التواصل، بينزلوا صورهم، بينزلوا طلعاتهم، بيكتبوا أشعار لبعضهم، وكانت علاقتهم كتير حلوة. فخلونا نرجع للموقع الإعلامي اللي قلت لكم. الموقع الإعلامي تبع رحال جلوبال نيوز، خليل بعدين صرح في الفيديو اللي نشر إنه هو اللي فتح هالموقع، وعبير كانت شغالة بس في الإدارة، وقال إنه كل العالم اللي كانت تشتغل معنا عارفة بهالموضوع. وأخيراً زواجهم رح ينتج ثمرة حب اللي كانت 3 أطفال، بنت وولد وطفل صغير لسه في عمره 4 أشهر في الوقت الحالي. وركزوا لي على ال4 أشهر لأنه هالشغلة كتير وجعت لي قلبي قدام.
كانت حياتهم كتير مثالية، زوجين بيحبوا بعض، معهم أطفال، وحالتهم المادية كتير ميسورة. هالشي اللي كانوا بيشوفوه العالم من بعيد، بس الحقيقة كانت شي تاني. لأنه عبير شهر 5 سنة 2024 راحت لعند الشرطة وبلغت عن زوجها خليل مسعود. قالت لهم إنه هو بيضربها وبيعنفها، وأخذت معها كمان شواهد طبية، الشي اللي نفاه خليل بعدين في الفيديو اللي نزل، وقال إنه طوال هالسنين اللي كانوا متزوجين فيها ضربها لعبير مرتين بس. أول مرة كانت في أول سنة زواج تبعهم، وبسبب سوء تفاهم ضربها كف، والمرة الثانية كانت من شهر قبل ما تروح تشتكي عليه، اللي كان هو شهر 4 سنة 2024. وخلال هالشهر كان توفى بيه لخليل، وقال إنه هو كان بيمر بكتير ضغوطات نفسية، وصار نقاش بينه وبين عبير، هي شالت عليه السكين وهو بس دفعه عند أهلها. بتفاجأ ب 13/5 إنه هي جاي على المحكمة الشرعية مقدمة طلب، مقدمة شكوى علي، قال أنا ضربها بالكف وأنا عم بضربها قتلة وبكسرها، وأنا الله وكيلكم ضربتها كفين، كف من 5 سنين من وقت ما كنت مخلفة أول ولد لأنه تطولت بالحكي، وبنفس النهار أخذتها على المستشفى، صورت لها المنخار، نزل دم من المنخارة ما بوشي الحمد لله، رحنا تعشينا وجينا وتصالحنا ونمنا مع بعض وكفينا حياتنا. من 4-5 أشهر كف واحد، لأن هي حاولت تضربني بالسكينة، ضربتني بالسكينة وانتعجت السكينة، قمت خبطتها بالكف ودفشتها على التخت. هذا هو الموضوع. عامل علي عنف أسري، قال أنا مسكر البواب عليها بالجنازير، وهن بيعرفوا سيارتي بتدلى معها وبتدلى ظاهرة وبتدلى رايحة وبتدلى جاي، ما بيسأل فيها. هذا كان حكيه لخليل، بس أصحابهم والعالم المقربة منهم قالوا إنهم كانوا بيشوفوا علامات ضرب على عبير طوال هالسنين، فهي ما كانت بتشتكي للعالم منه أصلا. عموما الشرطة فتحت محضر تحقيق، وعبير أخذت هالمحضر وعليه بنت قضية طلاق. فخليل أول ما سمع بموضوع الطلاق صار عم يترجاها، بيقول لها ما تتركيني، أنا بحبك، بدي ضل جنب أولادي، خلي عائلتنا مجموعة، بليز ما تخلينا نفترق. وأنا شخصيا حسيت إنه هو كان عم بيقول هالحكي مش لأنه بس بيحب العبير، هو كمان كان بيحب أولاده، وبحكم تجاربه السابقة مع الطلاق عارف إنه هو ما رح يشوف أولاده لهالدرجة. فخليل هون دخل أصحابهم المشتركين والعيلة وكتير عالم بيعرفهم، صاروا بيروحوا عند عبير وبيترجوها إنه تسامح. في هالوقت كانت عبير جمعت غراضها، أخذت أولادها وراحت لعند عائلتها في الشوف هي منطقة في لبنان اللي كانوا عايشين فيها أهلها. راحت ورجعت لعند عائلتها حتى تعيش معها. ويوم 5 شهر 5 خليل كمان سافر برا لبنان، بس ضلوا على تواصل مع عبير على أمل أنهم يصلحوا الموضوع اللي بيناتهم، لأنه كمان 10 سنين وبيناتهم أولاد. وشوي شوي صلح الموضوع بيناتهم. وعلى حسب حكي خليل يوم 16 شهر 5 راحت عبير على المطار وجابته لخليل، راحوا لعند أهله ورجعوا راحوا لعند أهله، سلموا عليهم، وبعدين راحوا أجروا لحالهم بيت فيه بول وقعدوا مع الولاد، وكانوا كتير مبسوطين وكأنه الأمور تزبطت. بس وهن في هالإجازة خليل وصلوا اتصال من المفوض القضائي بيقول له إنه عندك جلسة طلاق لازم تجي عليها بكرة. فلف لعندها وصار عم بيطلع عليها تطليعات كتير بشعة، فهي ضحكت له وقالت له خلص بكرة لما رح نرجع بروح وبتنازل على القضية. بس خليل هون كتير عصب، قال لها أنت أصلا ليش رحتي ورفعتي دعوة الطلاق من الأول؟ وكأنه ابتدى عم يذكر لها الماضي، يعني أنتوا ابتديتوا صفحة جديدة، ما لازم تذكر الماضي، أنت عارف إنه هي رافعة دعوة الطلاق ودخلت عالم حتى يصلحوا بيناتكم. فعوض هالإجازة ما تكون إجازة استجمام وإنهم يجددوا حبهم، تحولت هالإجازة لخناقة مرة تانية، ورجعت عبير صممت على موضوع الطلاق. لما جيت ب 16/5 اجت هي على المطار اخذتني ورحت روت انا وياها وطلعنا، اخذت الاولاد وكذا وطلعت سلمت على اهلي واهلها ونزلت. بنفس الثاني يوم رحت اخذت بيت مع بيسين ورحنا قعدنا نحن وقاعدين بالماء بالباب بالبسين مبسوطين عرسان، نحن انه مبسوطين معنا الاولاد مبسوطين. مشتاق لها ومشتاقت لي. قال بدق لي تبع المحكمة ببلغني على الشكوى. انصدمت، انا طلعت فيها صارت تضحك، قالت لي بسيطه بطلع بالغياب. قلت لها طب انت ليه رفعتيها؟ انت ليه رفعتيها؟ قال انا رفعتها بس لفرجي اختك انه انا بقدر اتشك عليك. طب شو قص اختي؟ شو دخل اختي؟ انا والدي ميت وانت عم تحكي بالورثه، انت ما دخلك بالورثه. انا قبل ما يموت بيي من 5 6 سنين الورثه موزعه ومعروف شو مين إله ما مين إله، بس انت وحده بلا اخلاق وبلا احترام. لشوف انت اهلك شو بدهم يورثوك. حاصله
بس على حسب حكي لأم عبير إنه عبير أصلاً ما تصالحت معه، بل هو إجا أخدها من البيت وطلعها على الجبل، أشجروا هي والأولاد، وكانوا عم بيحاولوا يصلحوا الموضوع بيناتهم بس ما تفاهموا. فأنا عم حاول أنقلكم وجهة النظر تبع خليل وعائلة العبير. فصار خليل بدق للعبير وبيقول له روحي اتطلقي إذا بدك تتطلقي، أنا ما فارقة معي. وفي نفس اليوم كان بدق له بيترجاها إنه هي ترجع له. وهالشي كمان أكدوه العالم المقربة منه، قالوا إنه خليل كان مهووس بشيء اسمه عبير، مستحيل كان يخليها تكون مع غيره. وبين شهر 6 وشهر 12 كان خليل مرة يتصل لعبير يترجاها، مرة يبعث له ورد وهدايا، مرة يتصل لها يسبها، مرة يتصل لها يهددها، وفي مرة هجم عليها هي وأمها لما كانوا في مول وسرق تليفونه لأمه. خليل كمان بيقول في الفيديو اللي ترك إنه كل سبب مشاكلهم كانت هي أمها. نعت أمها بإنه هي ساحرة، وإنه هي طلبت منه كم مرة يجيب لها أغراض، ولما راح عند هداك الرجال اللي بيطلب منه الغراض قالوا لمين محتاج هالغراض؟ قال له لأمها لمرته، فقال له إنه هي غراض سحر. وهذه اتهامات كتير خطيرة لعائلة العبير. بحب شيء اسمه حرام. امها اسمها بهيجة كندال، اللي هي اسم معروفة بالخياطة المغربية بدريا. ام احمد امها بلا شرف، امها بتشتغل بالشعوذة، امها بتشتغل بالشعوذة وبالسحر. انا كنت اكون مسافر ادق لي امها توصيني على اغراض، لما اروح جيب لي اياهم يقول لي الشخص اللي عم بيبيعني اياهم، يقول لي شو بتستعمل هول؟ قل له انا والله هول مرت عمي ما لقلي انا. يقول لي هول بس بيشتغلوا فيهم تعول بيشتغلوا بالشعوذة وبالسحر. قل له والله ما بعرف. فانا جيب لي اياهم، في مرتين ما جبت لي اياهم، مرت عمي ما لقيت منهم، والباقي جيب لي اياهم معي. ونفس ما قلت لكم خلال هالأشهر خليل صار كتير مهووس بعبير، فهي قررت إنه هي تبطل تنزل بوستات على السوشيال ميديا، بطلت حتى تنزل على منصتها الإخبارية، وكانت ساعات بس بتنزل مقولات عن العنف على الإنسان النرجسي، كيف المرأة فيها تتأذى نفسيا من الرجال، كيف الرجال بيعنف المرأة، وكانت كمان عم تحكي عن العلاقات السامة، وكانت كتير بتوضح للعالم إنه هي عم بتمر من أوقات كتير صعبة. يوم 26 شهر 12 كانت هي الجلسة الأخيرة في المحكمة حتى عبير تتطلق من خليل. وقبلها بيوم خليل اتصل على عبير وقال لها فيك تروحي على المحكمة حتى نتطلق، ما في شي تخافي منه، أنا مستحيل أذيك. وكان عم يحكي بطريقة اللي كتير هادية، الهدوء اللي ما طمن بهيجة أما لعبير، وفينا نقول إنه ممكن هذا الهدوء اللي بيسبق العاصف. فبهيجة قالت لبنتها ما تروحي بكرة على المحكمة، بليز خليكي معي، أنا مني مطمنة لهاليوم، قلبي عم يوجعني على هاليوم. الشي اللي رفضته عبير وقالت له أنا ما عندي شي خاف منه، شو بده يعمل؟ أصلا هو قال لي الله يسهل لك ويسهل لي، فمعنيتها مستحيل يأذيني. حسبي الله ونعم وكيل، الله يحرق أهله مثل ما حرقوا لي قلبي. حبيبتي بعت لها قال لها تعي على المحكمة بدنا نطلق. قلت لها أنا ما تروحي لحالك، ما تروحي لحالك، خدي بيك معك. قالت لي ايه رح اخذ بيي. اخذت بيي وراحت على المحكمة. إجا يوم 26 شهر 12 طلعت عبير هي وبيا باتجاه المحكمة، وطلع كمان خليل ووصل قبله. وكلنا بنعرف إنه المحاكم بتكون كتير عجقة، ناس رايحة ناس جاية، شرطة أمن. وخلال هالعجقة فات خليل على القاعة، ولما كانت جاية عبير هي وبيا خليل طلع سلاحه وقوص رصاصتين. الرصاصة الأولى ما صابتها لعبير، بس الرصاصة الثانية إجت في راسها، وعبير وقعت جنب بيا جثة هامدة. دخل معه فرد للمحكمة وقتل فيه، وبعدها هرب قدام الشرطة. حاولوا شوية عناصر إنهم يلحقوا وراه، بس هو ركب في سيارته وراح. بعدها تجمعوا العالم على عبير ونادوا الإسعاف، بس عبير للأسف كانت فارقت الحياة. تخيلوا إنه هو عمل جريمته في مكان اللي لازم يكون من أأمن الأماكن في العالم، المكان اللي بتروح المرأة عليه حتى تشتكي من العنف اللي عم تتعرض له. خليل بعدها بساعة رح ينزل فيديو، وهالفيديو كان هو عامله إنه ينزل في جميع الأحوال، يعني مصوره حاطه على الفيسبوك وعامل له توقيت، يعني سواء مسكوه الشرطة أو ما مسكوه الفيديو كان رح ينزل. ومن خلال هالفيديو الشرطة رح تلقط إشارة تليفون، ورح يلاقوا سيارته محطوطة جنب غابة، وسيارته كلها كانت ملففة بالأسود. حتى الفيديو رح تشوفوا إنه السيارة كلها مغلفة بالأسود. الشرطة ضلت عم تقرب على السيارة، عم بيحذروه. لفتحوا باب السيارة ولقوا خليل أنهى حياته وعمل الشيء اللي قاله في الفيديو. فنفس ما قلت لكم أول شيء، قال إنه هذا آخر يوم لإلي ولمرتي. بس ينزل هيدا الفيديو حيكون آخر يوم إلي وإلها. هيدا القرار أنا أخذته،
وأنا في رب هيحاسب. أولا ما عادش إلي عين حط عيني بعين عائلتي، إخواتي، رفقاتي. فخلوني لكم الاتهامات اللي اتهم عبير فيهم في الفيديو. رح حاول ما أحكي شوية إشياء لأنه في إشياء قالها كتير حساسة وكتير ممكن تجرح عائلتها لعبير. أول شي اتهم أمها بالسحر. إذا هالعائلة عم يسحروا عالم ففيك تتركهم، ليش لاحق وراهم؟ ليش هي لما طلبت الطلاق أنت رفضت وقتلتها؟ تاني شي اتهم عبير بالخيانة، ورح أرجع أقول إذا هي إنسانة خاينة فيك كمان تتركها. وثالث شغلة قالها إنه عبير عندها 3 سيارات وكل هالسيارات جايبيتهم بمصاري القمار. ورح أرجع ثالث مرة وأقول إذا هالإنسانة منا منيحة اتركها، ليش قتلتها؟ ليش حرمت أولادها منها؟ ليش حرمت رضيعة اللي عمره بس 4 أشهر، الشيء اللي كتير بيحرق القلب؟ اتهم عبير كمان بالسرقة، إنه هي صاحبيتها سرقوا له 17,000 دولار من مكتبه. قال إنه هو كان بيعطيها مصاري، كان بيصرف عليها 200 دولار في اليوم، وقال كتير اشياء. ما فينا نتاكد اي جهه هي اللي على حق، لانه خليل قبل ما يموت دافع على حاله، وعائلتها لعبير عم بيدافعوا على بنتهم. والضحيه في كل هالشي هن الاولاد الصغار اللي ضلوا بدون اب وبدون ام. وما فينا نقول شيء غير الله يرحمهم اثنيناتهم، والله يصبر عيلة رحال وعيلة مسعود، لانه العيلتين خسروا اشخاص بطريقه او باخرى، اثنيناتهم تأذوا. خليل كمان اتهم عبير انه هي كانت عم تحاول تخرب له علاقته مع اخته بسبب الورث، وقال له شو دخلك قد ايه انا بورث او هي بتورث. اتهم انه هي دمرت علاقته بعائلته، وانه عائلته كانوا رافضينها من اليوم الاول، بس على حسب معلوماتنا ومعلومات العالم المقربه انه عائله عبير هن اللي كانوا رافضين خليل. عموما اتركوا لي ارائكم تحت، ما تنسوا تعملوا لي لايك، تعملوا شير اذا عجبكم فيديو اليوم، وقولوا لي انتم مين بتشوفوا الضحيه في هالقضيه. وهلا انا رح اقول لكم باي باي.